هيديك نتيجة فعالة، هيديك نتيجة حلوة جدا جدا. كمان هيقضي على اي تجاعيد، اي هالات سودة في البشرة. لو انت عندك مكان بقى اماكن الحبوب دي هيقضي عليها تماما. لو انت عندك بثور كده وبيبقى في حفر كمان مكان الحبوب كده، بتحسوا ان الحفر دي بتختفي معاك واحدة واحدة مع الاستعمال اليومي. هتستعملي البشرة دي يوميا، كل يوم هتستعمليها. هتحطيها على بشرتك لمدة نص ساعة وترجعي تقشريها بالطريقة دي كده. بصوا، شايفين اهو. والله العظيم هتخسري كتير جدا جدا لو ما عملتيش الوصفة دي، لان الوصفة دي فيها كل المميزات. يعني بتبيض البشرة، بتقضي على الهالات السوداء، بتقضي على اي تسبغات موجودة في البشرة، كمان بتقضي على حب الشباب تماما. اقسم بالله يا بنات الماسك ده احلى ماسك ممكن تستعمليه لبشرتك. الماسك ده حلو جدا جدا، وكمان نتيجته فعالة جدا. من اول استعمال هتستعمليه للهالات السوداء، لاي نمش موجود في بشرتك، كمان للحبوب. بيعالج الحبوب بصوا بطريقة فعالة جدا جدا. كمان بيشد البشرة، لو عندك تجاعيد في بشرتك هيشد بشرتك، هيخليكي كده ترجعي في العشرينات. لو انت عندك 50 60 سنة هترجعي كده كأنك في العشرينات لسه. الماسك ده حلو جدا جدا للهالات السوداء، كمان لاي نمش، لاي بقع داكنه في بشرتك، اي بثور موجوده في بشرتك. بيعالج حب الشباب، بيعالج حروق الشمس. كمان يعني ما شاء الله اي خطوط موجوده في بشرتك، اي هالات، اي ترهلات، اي تجاعيد موجوده في بشرتك. لو انت عندك خطوط في رقبتك، خطوط في وشك كده، الخطوط اللي بتبقى تحت العين كده، او خطوط اللي بتبقى حوالين البق دي، طبعا الماسك ده هيضيعها لك. الوصفه بتاعتنا النهارده من 3 مكونات بس. معانا 3 مكونات، معانا البطاطس والجزر وبذور الكتان. بصوا انا اول حاجه هعملها كده بالشكل ده، هاخد 3 معالق من بذور الكتان كده بالشكل ده. 3 معالق مليانين من بذور الكتان. اوبس، ده بصوا ده بذور الكتان اهو. 1 3 مليانين كده، 2 3 كده بالشكل ده. هنا هستعمل كوب واحد من الماء، كوبايه ميه كده بالشكل ده، وهحطها على النار لحد ما تغلي لمدة 10 دقايق. تغلي لمدة 10 دقايق وهرجع لكم بيها، ماشي؟ خليكم معايا. انا سبتها تغلي كده على النار، هبدأ كده ابشر الجزر والبطاطس. انا هبشر كده وارجع لكم. انا هنا بشرت الجزر، هبشر البطاطس كمان اهي عليها بالمرة كده، هبشرها برضو كده وارجع. هنا بشرت البطاطس كمان بالمرة اهي بالشكل ده. هبدأ احطها كده في طاسة او كزرولة بالشكل ده، هنا كده بالطريقة دي. هحطها بالطريقة دي كده، واحط لها ربع كوباية من المية، ربع كوب من المية بس، واقل كمان من ربع كوب. بصوا بالشكل ده كده كده، يعني زي 3 معالق من المية، وهحطها على النار لمدة دقيقة واحدة. هتغلي لمدة دقيقة واحدة بس، ونرجع نشوف هنعمل فيها ايه. انا جيت اهو، جبت البطاطس والجزر، حطيتهم لمدة دقيقة بس على النار بالشكل ده كده. هبدأ اصفيهم. طبعا انا بسيبهم لما يبردوا، مش هصفيهم كده واستعملهم على طول، لازم يبردوا. اصفيهم كده هنا. اي قماشه بقى نظيفه، اي شاشه، اي حاجه موجوده عندك تكون نظيفه كده وخفيفه، هتصفي بيها بالشكل ده. بصي بالطريقه دي. هننزل بالخليط بتاعنا كده اهو. نبدا نصفي المكونات كمان. والكتان جبته برده اهوتي اهو، هبقى اصفيه برده هو كمان. صفي دي الاول بالشكل ده. هنزل بقى كل العصارات الموجوده في البطاطس والجزر بالشكل ده. بصوا شوفوا الميه اللي نزلت قد ايه، واو.
هصفيه كويس جدا. بصوا طبعا تقيل، بصوا اهو بالشكل ده كده. انا عايزه اشيل الرغاوي دي، الرغاوي الموجوده دي هشيلها بالطريقه دي. هركنه على جنب واصفي برضو الكتان بنفس الشكل. الكتان اهو طبعا بيخس شويه عشان بنحطه على النار وبيغلي، غليناه لمده 10 دقايق على نار هاديه جدا جدا. الكتان ده حلو جدا جدا لبشرتك ومفيد جدا جدا، هيقضي على اي تجاعيد موجوده في البشره او اي هالات سودة. كمان بيحافظ على بشرتك من الشيخوخه المبكره. بصوا انا هصفيه، هنزل كل حاجه موجوده فيه. بصوا كولاجين طبيعي ومفيد جدا. مش مهم اهو، هصفيه كله كده. شايفين الصوت؟ بالطريقه دي كده كفايه. هنضف ده. بصوا بقى انا غسلت ايديا كده وجيت ونضفت كده المكان. بصوا شايفين الجمال؟ شايفين الماسك ده؟ بصي ده ممكن تستعمليه لوحده كمان كده على البشره. انا هاخد ده كده هنا بالطريقه دي كده. احلى ماسك. واو تحفه. بصوا هدمجهم كده مع بعض تماما، لازم كل المكونات كده تخش في بعضها. شايفين؟ ماسك خطير، هتستعمليه بقى على بشرتك كده باي فرشه. هستعمله بالفرشه دي كده على ايدي. بصوا بالطريقه دي. هحط بقى طبقات، يعني احط طبقه كده بالشكل ده واخلصها كده، وارجع احط طبقه تانية. عايزه الطبقات كده تبقى ايه؟ تقيله. عايزه طبقه تقيله كده على ايديا او على بشرتي على وشي بالشكل ده، لان انا هقشرها. الطبقه دي هتتقشر من على بشرتك وبيدي لمعه فظيعه بقى لبشرتك. ما شاء الله حلو جدا جدا الماسك ده. هيضيع اي حبوب موجوده، اي هالات سودة، اي تصبغات، اي نمش، اي كلف. طبعا بعد الحمل بيبقى فيه كلف وحاجات من دي كده. طبعا هيقضي على اي كلف في بشرتك. بصوا هسيبه زي تلت ساعة كده، 20 دقيقة او نص ساعة لحد ما ينشف على البشرة، لحد ما يجف خالص على البشرة، ونرجع نقشره. شايفين اللمعان؟ تحفة، حلو جدا جدا. احلى ماسك هتستعمليه لبشرتك هو ماسك الكتان والبطاطس والجزر. بصوا هو بدأ ينشف شوية كده. شايفين نشف من هنا كده عشان الطبقة دي كانت خفيفة، فبدأ ينشف ويقشر من هنا برضو من بين الأصابع كده. بدأ ينشف، بس هنا لسه برضو لسه أصلا ما عدتش ال20 دقيقة. برضو من عند الحرف من هنا كده. شايفين ده من أول الكريم اهو بدأ برضو ينشف اهو. بصوا بدأ يقشر اهو. بس انا هسيبه شوية كمان، هسيبه شوية كمان عشان اعرف اقشره. اتمنى تشيروا الفيديو ده لكل اصحابك وكل حبايبك عشان يستفادوا من الفيديو. ولو ما عملتيش لايك يا ريت بقى تحطي لي لايك كده فضلا بقى وليس امر. والله ما عجبكيش الفيديو ما تحطيش لايك. ممكن تحطي اللايك بعد ما تجربي الوصفة وتشوفي الوصفة معاك هتعمل ايه، وترجعي تحطي لي لايك. لو الوصفة عجبتك حطي لي لايك، ما عجبتكيش خلاص مش ما تحطيش لايك.
بس ان شاء الله الوصفه هتعجبك. بصوا انا هبدا اقشر معاكم كده الماسك اهو، لان شكله كده هيطول، فانا هقشره هو طري شويه مش مشكله. بس انتي طبعا لو قدامك وقت هتسيبيه لحد اما ايه، اما ينشف خالص على بشرتك وتقشريه بقى بكل سهوله. اهو بصوا بصوا اهو، اهو بيتشال معايا بالطريقه دي. انا بشيل بس اللي هي الايه، الاماكن اللي هي خفيفه شويه ونشفت معايا اهي. بصوا بصوا القشر، هبدا اشيله كده من الجزء ده، برضو حاسه ان هو ناشف شويه. هو لسه طري برضو منشفش، لان هو عايز نص ساعه كامله عشان ينشف فيها، لان احنا متقلين الطبقات، حاطين طبقه كتيره، طبقه سميكه. بصوا انا هقشره بالشكل ده قدامكم اهو، اهو كده واحده واحده اهو. بصوا بالطريقه دي هنفركه بالشكل ده كده بشويش اهو، هيطلع معاكي بكل سهوله. وكمان لو سبتيه ينشف عن كده هيتقشر معاكي بكل سهوله. شايفه؟ بصوا هاخد الطبقه كلها كده مع بعضها اهي بالشكل ده كده، هيديكي نتيجه فعاله، هيديكي نتيجه حلوه جدا جدا. كمان هيقضي على اي تجاعيد، اي هالات سودة في البشره. لو انت عندك مكان بقى اماكن الحبوب دي هيقضي عليها تماما. لو انت عندك بثور كده وبيبقى في حفر كمان مكان الحبوب كده، بتحسوا ان الحفر دي بتختفي معاكم واحده واحده مع الاستعمال اليومي. هتستعملي البشره دي يوميا، كل يوم هتستعمليها، هتحطيها على بشرتك لمده نص ساعه وترجعي تقشريها بالطريقه دي كده. بصوا شايفين اهو. والله العظيم هتخسري كتير جدا جدا لو ما عملتيش الوصفة دي، لان الوصفة دي فيها كل المميزات. يعني بتبيض البشرة، بتقضي على الهالات السوداء، بتقضي على اي تسبغات موجودة في البشرة، كمان بتقضي على حب الشباب تماما. ودي الوصفة بتاعت النهاردة للبشرة، يا رب تكون استفدتي. لو عندك بقى اي سؤال او اي استفسار ابعتيلي في الكومنتات. لو انت عايز تستفسر عن اي حاجة او تسألي عن اي حاجة او عايزة وصفة معينة اعملها لك، لو وصفة للحبوب مثلا، وصفة للهالات، وصفة لأي حاجة، لو انت حابة اي وصفة ممكن تقولي لي عليها في الكومنتات وهعملها لك ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.